الاستاذ اللي قراني في البكالوريا عطاني واحد النصيحه لحد الان انا خدام بها. هذا الاستاذ كان يقرني اللغه الفرنسيه. من بعد الباك ما تشوفناش واحد المده طويله حتى تلاقينا بالصدفه في المدينه اللي انا كاين فيها. درنا قهوه، بقيت كنعاود له شنو كندير، شنو قريت، باغي نحل شركه، وشنو كنعرف ندير، البرمجه، التسويق وهذا. في وسط الهضره هو يحبسني، قال لي نبيل هادشي كامل اللي كتعرف ديرو واللي باغي ديرو مزيان، ولكن الا بغيتي تكون ناجح في عالم البيزنس سيرتو في المغرب خصك تركز على ثلاثه ديال الامور اساسيه. انا قلت له شنو هي هاد الامور؟ قال لي اول حاجه الكوستيم، ديما ضارب الكوستيم والكرافات. وثاني حاجه هي اللغه الفرنسيه، كلمه بالعربيه وثلاثه بالفرنسي. وثالث حاجه واللي هي النمره 0661. بحالك انت دابا انا مش سمعت هذه الهضره بقيت نقول اش كيخلق عليا هذا، وهضرت دخلت منه وخرجت منه. ولكن مع مرور الوقت اكتشفت بلي ان الهضره ديالو كنز. فاش كنقولوا الهندام هو ان الانسان اول حاجه في اي مجال كيشوفها فيك هو اللبس ديالك كيفاش داير. وثاني حاجه اللغه الفرنسيه. علاش اللغه؟ لان اين فوا يشوف الانسان المظهر ديالك كيستناك شنو غتخرج من فمك، طريقه الكلام ديالك. وثالث حاجه ولا هي النمره 0661. هذه النمره الاغلبيه كيكتسبوها غير الدكاتره اساتذه. وهنا المفهوم ديالو كان هو المعارف، يعني شحال ما كانوا عندك المعارف بزاف شحال ما كان مزيان. شكرا استاذي منير، وانتم تهلاو في الهندام ديالكم وفي اللغه ديالكم وفي النمره 0661.